هالاند، امبابي، كين، الثلاثي الافضل في العالم السنه دي. كل واحد فيهم عامل موسم يخليه يكسب البالون دور مرتاح. اقل واحد فيهم عامل 20 مساهمه تهديفيه مع ناديه، ده غير المنتخب. ولكن يا ترى مين اللي هيكسب البالون دور في الاخر؟ عقبال بقى ما تقولوا لي رايكم تحت في الكومنتات او توقعاتكم، انا هقول لكم رايي. مبدئيا كده هالاند محتاج يكسب الدوري والتشامبيونز ليج عشان يبقى عنده فرصه، وبالرغم من كده احتمال كبير ما يكسبش برضه البالون دور. وده بسبب ان احنا في سنه كاس العالم. هنروح بعيد ليه؟ ما هو اخر مره اتلعب فيها كاس العالم ميسي خد البالون دور، رغم ان هالاند كان كسبان الترابل وكسر ساعتها كل الارقام القياسيه في البريمير ليج. وللامانه ما اعتقدش ان هالاند هيعمل حاجه قوي مع النرويج في كاس العالم، فاذا هالاند هو اضعف احتماليه فيهم. نروح بقى لمبابي، فورمه جباره بكل تاكيد، ممكن يكون واحد من افضل مواسمه في تاريخه، ولكن محتاج يكسب بطوله كبيره مع ريال مدريد زي الشامبيونز ليج طبعا. بس هل ده هيحصل؟ توقعاتي الشخصيه لا. الاجواء حوالين ريال مدريد دلوقتي مش مستقره خالص، اشاعات كتير بتطلع ان لعيبه كتير عايزه تشابي الونسو يمشي، فالاجواء دي عاده ما بتساعدش اي فرقه ان هي تكسب بطوله كبيره. طبعا امبابي لو كسب كاس العالم مع فرنسا فبكل تاكيد هيكسب بالون دور، لكن هل فرنسا ممكن توصل 3 نهائي كاس عالم على التوالي؟ اشك الصراحه، فاذا استبعد امبابي كمان. كين بقى يبقى المرشح الاول ليا انا، وده عشان صدق او لا تصدق، انا بالنسبه لي المرشح الاكبر انه يكسب الشامبيونز ليج السنه دي هو بايرن ميونخ، والمرشح الاكبر انه يكسب كاس العالم السنه دي هو منتخب انجلترا. فتوقعاتي هيبقى موسم ناري لهاري كين، هيكسب فيه الدوري والكاس والشامبيونز ليج وكاس العالم ومعاهم البالون دور. وكاس العالم السنه دي هيبقى مختلف، لان لاول مره في حياتي هشجع منتخب انجلترا، وده مش عشان هاري كين ولا حاجه، لكن عشان انا كتشيلساوي بعشق توماس توخل، واحساسي بيقول لي ان توخل في كاس العالم اللي جاي ده هو افضل مدرب يلعب ماتشات خروج مغلوب في البطوله كلها. الحاجه الوحيده بس اللي هيبقى محتاجها في صفه هو شويه توفيق، غير كده صدقوني منتخب انجلترا هيكسب كاس العالم. ايوه شكلها كده اتس كامينج هوم يا رجاله.